نعم لعبات كرة عبد الله حسن الى اليسار. لعبات الان فريق الوحدة الاكثر سيطرة، الاكثر تواجدا، الاكثر تمريرا، لكن الكرة سهلة. يتقدم بشيء على مرمى وعلى ملعب نادي او فريق الوحدة في الملعب. البحراني فواز العتيبي يمر الكرة يقدمها محمد تحفيل، تستثر محمد تحفيل بالسديد الراس بروتوكول العتيبي، والكرة عند الجانب الايمن حسن، كرة تسديد الكرة الى خارج خطيط الملعب. يا من تسألنا عن كرة اللعب. العتيبي الى عبد الله حسن الى اقصى اليمين، تمريره عاليه بالراس في اقصى اليمين، كرات متتابعه الان، كره جميله، الكره من محمد الى خارج الملعب. الفكرة كانت رائعة في بداية الحدث، لكن الكرة بدأت ونص بالضبط. تبقى ما يقارب التمرير فوازة في التسديد، يلعبها تسديدة لكنها سهلة في أحضان حسن، سهلة في أحضان حسن السعد. اختبار كان سهل. كرة ملعوبة عالية بالراس، البحراني يسدد كرة لكنها بعيدة. نعم بالقبيل محمد الحبيب بالمهارة، محمد الحبيب بالتمرير، كرة ومحاولة لكن قراءات سليمة لرادارات دفاعات فريق الهلال. التمرير البحراني، كرة فواز العتيبي يستعيدها، لاعبون وحدة يستعيدون الكرات. العتيبي فواز بالمرور الى الجانب الاخر، لعبه في الجانب اليمين، كره جميله الان دخلان ولكن كره لا زال يحتفظ بالكره. الكره الان عند لاعبي الهلال والمحاوله اختيار اللاعب الانسب، يختار لها الشبيب، يسدد كره الى خارج ارضيه الملعب. الان اجوبته داخل ارضيه الملعب والتسديد، الكره محاوله الان، الكره وعلى دفعتين يزحها وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء. عباس يرفع البطاقة الحمراء الآن لفواز العتيبي. هذا ما كنا لا نتمناه حقيقة. اللعبة إلى الجانب اليمين، كرة ملعوبة عالية بالراس لكنها إلى خارج أرضية الملعب. نعم 7 دقائق ترفع الان والكرة ملعوبة لدخلان. راح يكون له طعم اخر في هذا اللقاء. الكرة ملعوبة في اليسار، استلام من البحراني يسددها لكن دفاعات الهلال لا زالت تقرا الكرات ولا زالت ناجحة. الكرة اثنين، محاولة لتسديد، الكرة سهلة يستعرض فيها حارس مرمى فريق الهلال. احمد على اليمين، احمد في المرور، مرور ناجح من احمد، يرفع راسه يقدم تمريره بالتسديده. اقصى اليمين، كره فيها مبارك يسحب لاعبين والان يتلاعب ومن ثم الاداء الجماعي الذي لم يكتمل. كره ملعبه في اليسار، هزمه الهلال هل تكون قاضيه؟ هل تكون اللمسة القاضية؟ يريح تماما، كرة إلى البحراني لكن نجاح الكرة الجميلة. ومعه حكم اللقاء عن نهاية شوط المباراة الثاني واللقاء. أعزائي المتابعين اسماء بالحوالي التقييم عن نادي فريق الهلال فوق دخلان. نقول لكم مبروك على النقطة 0-0. نقول مبروك على حسب الظروف اللي اليوم نقسم حوالي 7 لاعبين أساسية من أفضل اللاعبين، 7 دوامات عسكر عمره حق ظروف الحج
شويه الظروف اليوم الحمد لله جات نقطه قادمه. جريت فريق الوحده فريق كبير والهلال كبير. الحمد لله رب العالمين، فريق كبير جدا فريق الوحده يعني. نقول الحمد لله رب العالمين نقطه. يعني انتم عندكم نقطتين انتم الحين. عندنا نقطتين. باقي لكم مباراه. الهلال مهزوم المباراه الاولى بكره بيلعب الثاني مع الساحل عنده نقطه. يعني المباراه الاخيره بيكون اثنين، يعني فوز 3-3 2 اثنين محتاجين الفوز بحكم ان الدوره مجموعه. فاكم توفيق. ايوه. يعطيك العافيه. افضل لاعب في المباراه حارس فريق الهلال يستاهل. اعزائي المتابعين اسناب الحروريين تقييم ابو علاء من لا يعرف هذا الرجل الجميل. الله يعطيك الصحة والعافية ومشكور على تواجدك وحضورك هذا أكبر شرف لنا وشرف خادمكم. شرف لي. الله يعطيك العافية. بطولة الساحل الشرقي توقفت 10 سنوات ورجعت للمرة الثانية بعد 10 سنوات. والله الحمد لله الشباب السنة عزموا أن تقام الدورة وقيمت طبعا حكم ارتباطي أنا مع الأندية والمواسم تكون طويلة ولا في مجال أنك لكن السنة الشباب عزموا أن تقام الدورة والدورة الآن وقيمت والحمد لله تسير في الطريق الصحيح ان شاء الله باذن الله. ما مدى رضاكم على الدوره وفرق المشاركه وتعاونهم؟ تعرف الاجواء حاره الحين. والله بالعكس يعني الدوره ممتازه ومميزه، الفرق اللي فيها فرق كويسه ومعروفه، حضور جمهور رغم حراره الجو الا ان في حضور ان شاء الله باذن الله مع الايام والمباريات الجايه تكون الدوره افضل واحسن ان شاء الله بإذن الله. الفرق الحواري في الحليله تحديدا لا يكاد يوجد الا الساحل الشرقي وفريق الزمالك غير مرتبط بالرابطه. والله بالنسبه حق فرق الحواري معدومه الصراحه، معدومه في الحليله معدومه يعني كانت اول فرق كثيره جدا يعني لكن بحكم وجود النادي بعد النادي وهم بعد الناس انشغلت اعمال وكل برا يعني ما في حتى يعني الساحل قليل تواجد وحضوره، لكن ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه او في السنوات الجايه يكون عندنا اكثر من فريق ان شاء الله. يعني يعتبر فريق الساحل المتنفس الوحيد كحواري في الحليله. هو المتنفس الوحيد وهو اللي دائما يعني نشاطات لانه هو الوحيد اللي الى الان متواجد يعني حتى في ظل غيابه هو متواجد يعني حتى لو ما يتدرب ولا لكن هو المذكور على طول. ان شاء الله نتمنى ان هالدوره تكون امتداد حق الفريق انه يستمر على طول ان شاء الله ويشارك في دورات حتى خارج الحليل ان شاء الله باذن الله يعني. خالكم التوفيق.